نادني بما يسهل عليك نطقه فأجيب. أفي هذا الاسم الذي اخترته لنفسك حنين إلى الجاهلية؟ أيقال هذا لرجل يعلم القرآن الكريم ويفقه فيه؟ فلماذا إذن؟ ألهذا طلبتني؟ لا، إنما أتساءل عن اختيارك لاسم كليب بن وائل سيد ربيعة في جاهلية العرب. أترى لأنه ساد وحمى وتجبر في حياته، أم لأن دماء كثيرة سفكت وسالت في مماته؟ إنه ملك عند العرب، ولست أنا إلا شرطيا في رهطك. لهذا طلبتني؟ قد بعث أمير المؤمنين بأعطيات الجند، وكنا نجري الأمر بدون ضبط أو حساب، وقد علمت أنك رجل قراءة وكتابة وذو دراية بالضبط والحساب، فأردت أن أوكلك هذا الأمر. قد أحسنت الاختيار. ألا تكف عن الادعاء والتباهي؟ بل حسن التدبير لما يوكل إليه، وإن كان من التباهي فلإعزازي لما أوليتني أيها القائد. التباهي أمامك والشدة أمامهم. لا تفعل. بلى، فالتشدد يوجد الشدة، والتراخي يهدر العزم ويذهب الهمة. قد رأيت أيها القائد أن جندك هؤلاء يتكئون على وسائد الكسل، حتى لا أنكر فيهم قدرتهم على... كفى، ولا أدري ما غايتك من قولك. أن توكل إلي أمر ضبطهم وتنظيمهم. ليس لك دراية. لكن بي عزم، والدراية تكتسب. افعل الآن ما طلبت منك، وأحكم من هذا على ذاك. هذا المال وهذا القرطاس لضبط الأسماء والحصص،